الكاتل الستانلس ولا البلاستيك ولا البايركس، ايهما افضل وايهما صحي اكتر؟ وهل فعلا غلي الميه في الكاتل بيسبب سرطان؟ طب الكاتل اصلا بقى بيسحب كهرباء كتير ولا كهرباء قليل؟ ده كله اللي هنقوله بالتفاصيل في الفيديو ده. يلا بينا. بس قبل ما اقول اي حاجه وفي البدايه لازم نعمل لايك ونعمل شير، لان الفيديو ده مهم جدا خطير جدا، هيعرفنا ايه اسس اللي هنشتري بيها الكاتل وازاي نحافظ بيها الكاتل، لان الكاتل من اهم الحاجات اللي احنا ممكن نعتمد عليها في يومنا ونسخن فيه شاي ومشروبات واي حاجه. نعمل لايك ونعمل شير. تعالوا نعرف بقى الاول الكاتل بيتكون من ايه. هو عباره عن تيار كهربي بيمر في سلك بمقاومه عاليه. السلك ده عباره عن نيكروم بيبقى موجود تحت هنا، وده خليط ما بين 80% نيكل و20% كروم. وكمان اهم ميزه فيه ان هو بيسخن بسرعه جدا. يعني بكل بساطه لو معاك بطاريه والسلك ده ممكن تعمل الكاتل ده وانت قاعد في البيت عادي جدا، وده يخليك تعمل ازيد من 4 كوبايات في دقيقتين ونص بالظبط. الفكره بقى هنا والسؤال الاهم، ازاي الكاتل بيفصل اصلا؟ لا دي قصه طويله بقى هنعرفها بس في اخر الفيديو لانها مهمه جدا، ودي لازم اعرفها لك لان في ناس عندها عقده وانا منهم، ان احنا لازم نشوف الكاتل بعينينا وهو بيفصل. حتى لو فصل لا لازم نروح نشغله لحد ما يفصل تاني ونبقى مطمنين. طب انت بقى رحت تشتري كاتل جديد، خلاص قررت انك انت هتروح تجيب كاتل وقدامك 20 نوع، هنختار انهي فيهم؟ تعالى اقول لكم بقى على اهم الحاجات الاساسيه اللي احنا نقدر نختار بينهم الكاتل الكويس. الكاتل الستانلس احسن من البلاستيك والبايركس احسن من الاثنين. ليه بقى؟ ده لان البلاستيك ممكن يكون معمول من مواد ضاره، دي لو اتسربت في الميه وهو بيغلي ممكن تعمل مشاكل كبيره جدا. لا ده كمان ممكن كمان ايه، طعم الميه يتغير، وده احنا بنلاحظه. يعني ممكن تلاقي طعم الميه اتغير وكمان هيبان في الطعم واحنا بنشرب الشاي. ثانيا بقى ودي اهم حاجه، يستحسن ان يكون سلك النيوكروم اللي هو السيخ الداخلي اللي بالشكل اللي انتم شايفينه جوه ده يكون مش ملامس للميه. ده لان مع الوقت ممكن السلك بتاع النيوكروم ده ممكن مع درجه الغليان بتاعه الميه يطلع في الميه ويأثر فيها، فيستحسن ان السلك ده يكون تحت القاعده وعليه الطبقه الاستانلس يكونش باين من جوه بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده. ثالثا برضو دي حاجه مزعجه جدا، في نوع كده من الكاتلات وهو شغال عامل زي الشنيور، صوته عالي جدا وتحس ان هو يعني حاجه مزعجه. رابعا بقى ودي اهم حاجه بالنسبه لنا احنا، ان الكاتل بياخد وقت قد ايه من اول ما بتحط فيه الميه لحد ما بيفصل، لان دي كهرباء بتتعدي وبتتحسب عليك وهتبقى مكلفه جدا. خامسا بقى ايه انسب واقل كميه ميه ممكن نشغل بقى الكاتل ونقدر نستفاد ان الكاتل ما يبص وتغلي بسرعه. كمان في كاتل بيحتاج ان هو يشتغل بكوبايه واحده بس، وفي كاتل تاني بيحتاج ان هو يشتغل باربع كوبايات. طبعا الكوبايه الواحده افضل واحسن علشان خاطر تبقى اوفر وامن لينا يعني. اما بقى الكاتل ده في عبر الدنيا كلها، هو بلاستيك وده مش كويس يعني او مش احسن حاجه. ثانيا ان السلك بتاعه باين من جوه وملامس للميه، ودي حاجه مضره جدا. يعني انا ما انصحش بالبلاستيك اللي بالشكل اللي انتم شايفينه ويكون السلك بتاعه ملامس للميه من جوه. السؤال الاهم والاخطر لحد دلوقتي، هل بقى غلي الميه في الكاتل ده بتسبب السرطان فعلا؟ وهل ده اثبت بالفعل ولا لا؟ بالعكس تماما، مفيش بحث او دراسه بتثبت او بتقول ان الكاتل بيسبب سرطان او مضر لينا لو احنا التزمنا بالحاجات اللي احنا قلناها دي. حلو قوي كده، خلاص رحنا واشترينا الكاتل بالمواصفات اللي انا قلتها لكم من شويه، بس برضه لسه ما قلناش الكاتل بيفصل ازاي، ودي اهم نقطه وانا عارف ان انتوا هتموتوا تعرفوها، ودي برضه ما تنسوش ان انا هعرفها لكم في اخر الفيديو. المهم بقى انك انت بعد ما اشتريت الكاتل بتاعك الجديد اللي زي الفل وروحت من البيت، في حاجه مهمه جدا لازم تعملها قبل ما تستخدم الكاتل. في كاتلات وهي بتتعمل بتبقى مطليه من الداخل بمواد مضره جدا عشان خاطر تحميها من الصدى وتحافظ عليها قبل اي استخدام. المهم بقى ان احنا نعمل ايه او نتعامل مع المواد دي ازاي. الفكره بقى ان احنا اول ما نجيب الكاتل الجديد عشان خاطر نتخلص من كل المواد ديت، ان احنا نحط فيه ميه ونغليه من 3 ل 4 مرات، وبعد كده ندلق الميه دي عادي خالص عشان نقدر نتخلص ونتاكد ان المواد دي كلها اتدلقت من الكاتل مفيش اي وجود او اثر ليه. الفكره بقى والهدف ان وانت بتستخدم الكاتل تسال نفسك الاول، انا محتاج اغلي كام كوبايه؟ يعني من الاخر كده لو انت رايح تغلي كوبايه او كوبايتين بلاش تملى الكاتل على اخره عشان هياخد وقت اطول، وبالتالي دي كهرباء بتتحسب عليك وكهرباء زياده على حضرتك. والفكره بقى اللي انتوا ما تعرفوهاش ان الكاتل اصلا ممكن يوفر في الفلوس فعلا مقارنه بان انت لو حطيت براد او اي حاجه على البوتاجاز او على الغاز الطبيعي. هتقول لي فيديو حلو قوي يا استاذ رؤوف وشكرا قوي على المعلومات دي كلها. المهم والخلاصه والنهايه، الكاتل بيفصل ازاي عشان احنا بنتجنن وعايزين نعرف هو بيفصل ازاي. ما تقلقوش هقول له. طبعا ممكن واحد من اللي بيتفرج هيقول لي ان في حساس حراره ويفصل. لا يا حبيبي الكلام بتاعك ده غلط، والموضوع ملوش اي علاقه بموضوع الحساس، لان الكاتل لو في حساس يعني 99% من اي حساس في نسبه خطا، والكاتل ما ينفعش فيه اي نسبه خطا، لان لو الحساس قرا بدري هيفصل قبل ما تغلي، ولو قرا متاخر هيفضل شغال لحد ما الكاتل يتحرق. بص يا سيدي، في جزء من تحت في الكاتل اسمه ثنائي الفلز باي ميتال، يعني هو عباره عن 2 فلز لازقين في بعض بالشكل اللي انت شايفه ده، وهو لما بيوصلوا لدرجه حراره الكاتل او بيسخنوا الجزء دوت بيقوم متني كده لتحت، بيقوم فاصل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، فبيعمل عمليه فصل للكاتل. السؤال هنا بقى يا عم المتفرج، ان هو اصلا الجزء ده من تحت في القاعده من تحت ازاي بيسخنوا وازاي بيوصلوا درجه حراره الغليان
وازاي اصلا بيفصلوا. اكيد ممكن واحد يقول لك ايه، يقول لك يا باشا اصل السلك اللي بيبقى في القعده ده هو اللي بيعدي من تحت فبيسخن لا لا لا، الموضوع غير كده خالص. عارف حضرتك لما الميه بتغلي والغطا ده مقفول، ودي اهم حاجه ان الكاتل بيفصل عشان الغطا هو مقفول عشان خاطر يحتفظ بضغط البخار ده، فبيمشي في الانبوبه اللي هي من اليد دي اصلا، فبيمشي من جوه هنا كده. لما البخار ده بيخش من هنا كده وبيمشي هنا كده بيوصل لثنائي الفلز ده، مع قوه البخار وضغطه وكميته وحرارته العاليه بيبدا يعرف ان في درجه غليان، فثنائي الفلز ده بيتمدد ويقوم يفصل، فادينا الزرار بتاعه يقوم ايه، فاصل. فاحنا نشوفه بعينينا فنروح نفصل الكاتل. ودي حاجه تاكد لنا ان الكاتل عمره ما هيفصل غير لما الميه تغلي ويتاكد انها غليت وتمشي البخار هنا. وكمان لازم يكون الغطا مقفول، لانه لو مش مقفول البخار هيطلع فوق فبالتالي مش هيمشي هنا، ودي حاجه تبوظ اي كاتل. تعالوا بقى نشوف مع بعض ايه هي العمليه دي بالظبط وازاي هو بيفصل. ودي اهم حاجه، لازم الكاتل يتنضف بصفه دوريه عشان نشيل منه الاملاح واي تكيسات بتحصل. ازاي بقى؟ والفكره ان احنا ازاي هننضفه باحسن طريقه وافضل طريقه. الفكره بقى ان احنا عشان نشيل الاملاح والرواسب ديت من الكاتل بنحط معلقه او 2 مليانين خل واسخنه لحد ما بيغلي ويفصل، واسيبهم لمده تلت ساعه جواه لحد وما افضهمش يعني، عشان يقدروا يشيلوا الاملاح اللي جواه ويشيلوا الحاجات اللي جواه ديت، ويرجع الكاتل نظيف خالص ولا كانه استخدم قبل كده. دي معلومات مهمه جدا عن الكاتل. اتمنى ان انتوا تعملوا لايك وتعملوا شير، عشان خاطر في الكاتل ده عامل لناس هيسس في دماغها، وفي ناس كتير جدا ما بتبقاش عارفه تعمل الكاتل، تجيبه ازاي ولا تجيب ايه نوع ولا تحافظ عليه ازاي ولا ايه الافضل. كله كده بيعجن في قلب كله. اتمنى ان احنا نعمل لايك وشير عشان خاطر غيركم يستفاد بالفيديو ده. شكرا.